السلام عليكم طلابي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم يا باشمهندسين في الدرس السادس من الوحدة الاولى، وان شاء الله فاضل لنا درس ونخلصها اللي هو ايه؟ اللي هو العمليات على الاعداد الصحيحة. طيب، هندرس 4 عمليات اللي هما الجمع والطرح والضرب والقسم. كملوا معايا الفيديو للاخر عشان ال4 عمليات مهمين، وعشان ما تفوتكوش حاجة مهمة. ويلا بينا نبدأ. طيب، اول حاجة عندنا الجمع. الجمع احنا ممكن نجمع بطريقتين، يعني عندنا طريقتين نستخدمهم عشان نجمع. طبعا انت ممكن تجمع على الآلة، انا عارف، بس احنا عندنا طريقتين نستخدمهم، اللي هم خط الاعداد والقيمة المطلقة. طيب، اول طريقة اللي هي بتاعت خط الاعداد دي بنستخدمها ازاي؟ مثلا بيقول لك بيقول لك انا عندي -3 زائد -4. طيب، اعملها له ازاي دي؟ همسك خط الاعداد كده يا معلم. تعالى اهو. ماشي. وانا ببدأ من الصفر، يعني دايما ببدأ من الصفر. طيب، هنفترض ان الصفر اهو. حلو. هو بيقول لي امشي 3، بس معنى سالب ديت يعني ناحية الشمال. يعني لما يقول لي انا كاتبها لك اهو، سالب شمال موجب يمين، يعني لما تكون الاشارة بالسالب يعني انا همشي شمال، ولما تكون الاشارة بالموجب همشي يمين. فبيقول لك -3 يعني امشي 3 خطوات ناحية الشمال. فاهو ادي كده مشينا ناحية الشمال، هنفترض ان هنا -3. جميل جميل. بعد كده بيقول لك زائد -4، يعني بيقول لك امشي كمان 4 خطوات ناحية الشمال عشان السالب ال4. فهتمشي اهو. هتلاقي هنا ان انت وقفت، لما تمشي 4 خطوات هتلاقي ان انت هنا وقفت عند -7. يبقى مجموعهم بيساوي ايه؟ مجموعهم بيساوي -7. فهتلاقيني هنا حللها لك، بقول لك ايه؟ بقول لك ان انا ببدأ من الصفر اهو. اهو مشيت 3 خطوات اللي هي -1 -2 -3، وقفت عند -3. بعد كده لقيته بيقول لي زائد -4 كمان، فاللي هو معناها امشي 4 ناحية الشمال تاني. اهو بمشي ناحية الشمال، فهمشي 4 خطوات، ادي 1 2 3 4، هقف عند -7. ودي كده الإجابة. طيب، 6 زائد -2. 6 زائد -2 هبدأ من الصفر وامشي 6، بس المرة دي 6 ايه؟ في الاتجاه الايه؟ في الاتجاه الموجب، قصدي في الاتجاه اليمين. ليه في الاتجاه اليمين؟ عشان انا عندي هنا ايه؟ إشارة موجب. طيب، فهمشي 6 خطوات ناحية اليمين اهو. اهو تعالى هنا اهو. هنفترض ان ده الصفر اهو. همشي انا كده 6 خطوات اهو ناحية اليمين عشان بالموجب. فمشيت 6 خطوات. بيقول لك ايه؟ زائد -2. -2 يعني ايه؟ يعني همشي خطوتين ناحية الشمال. ايوه كده جدع، ركز معايا. فانا همشي، انا وقفت هنا، وقفت عند 6، همشي بقى هرجع خطوتين ورا ناحية الشمال. فهنا اهو لقيت نفسي وقفت عند ال4. يبقى كده الإجابة ايه؟ الإجابة ب4. وهي هنا هتلاقيني بحللها لك بطريقة تانية، اللي هو ايه؟ بدأت من عند الصفر، رحت الأول مشيت خطوتين ناحية الشمال، وبعد كده لقيته بيقول لي زائد 6، فمشيت 6 خطوات ناحية اليمين. فلما وقفت عند -2 وبعد كده مشيت 6 خطوات، لقيت ان انا اصلا في هنا خطوتين قبل الصفر، فكده همشي 4 بعد الصفر. جميل. واضحة؟ سهلة، انا عارف انها سهلة. فهنقف عند ال4. جميل جميل. طيب، طريقة القيمة المطلقة. عندي حاجتين. يعني ايه اللي هم الحاجتين؟ لما تكونوا الاشارات نفس الاشارة، ولما يكونوا عكس الاشارة. يعني ايه نفس الاشارة؟ لما اقول لك 5 زائد 5. طيب، يعني ايه عكس الاشاره؟ لما اقول لك 5 ناقص 2، فكده الخمسه بالموجب والاتنين ايه؟ بالسالب. قصدي 5 زائد -2. لسه ما دخلناش في الطرح. يبقى 5 زائد -2، يبقى كده ايه؟ الخمسه بالموجب والاتنين بالسالب. فديت اللي هي عكس الاشاره. طيب، ايه نفس الاشاره؟ بنعمل ايه؟ بنحط في النص. لو في النص موجب، يعني هنا مثلا، تعال اشرح لك على مثال عشان تفهم. بقول لك ايه؟ بقول لك 5 زائد 3. طيب، الخمسه هنا بالموجب والثلاثه هنا بالموجب، فهعمل ايه؟ هحط في النص موجب اهو، بينهم موجب، واحط قيمه مطلقه على كل رقم. حلو. واحط بره الاقواس ديت اشاره واحده منهم. يعني هما دلوقتي لو كانوا 5 زائد 5، فانا هحط الاشاره الموجب بره. ولو كانوا -5 زائد -5، فانا هحط اشاره سالب بره. بحط اشاره واحده، يعني اشاره واحده من الرقمين دول بره. تاني، فدي ال5 زائد 3 هعمل اهو، هفتح قوس، احط قيمه مطلقه واحط جواها ال5، وبعد كده احط زائد عشان الاتنين نفس الاشاره في النص، وبعد كده احط 3 جوه قيمه مطلقه، وبعد كده احط زائد بره عشان الاتنين بالاشاره الموجب، فانا خدت اشاره واحده منهم. فهيديني لما اجي اقول له ال5 بره القيمه المطلقه هتبقى ب5، وهنا كده كده الاشاره زائد اهي، وادي ال3 بره القيمه المطلقه ب3، يبقى 5 زائد 3 وبره زائد، يبقى ايه؟ موجب 8.
جميل. المثال التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك -5 زائد -3. هنا عددين ايه؟ نفس الاشاره اهو زي ما انا قايل لك فوق، بس الفرق هنا ان هما سالب وسالب. طيب ايه السالب والسالب ديت؟ ايه اللي بيختلف؟ اشاره بس ايه اللي بره القوس. طيب هنا هحط القيمه المطلقه على العدد الاول وزائد القيمه المطلقه على العدد الثاني عشان الاثنين نفس الاشاره، فانا بحط دايما في النص موجب اهي، وبره بحط اشاره واحده منهم اللي هو ايه؟ السالب ده او السالب ده، فاهو ادي سالب. فكده -5 بره القيمه المطلقه. القيمه المطلقه بتطلع اي رقم بالموجب، فالسالب 5 هيطلع بالخمسة والسالب 3 هيطلع ب3، يبقى 5 زائد 3 ب8. وبره انا عندي اشاره سالب يبقى -8، يبقى الاجابه هتبقى -8. ولو حطيت دول على الاله هيديك -8. ولو عايز تعملها بال خط الاعداد هتقول لي اهو، ادي خط الاعداد اهو، وادي انا اهو وقفت عند الصفر. هنفترض ان الصفر هنا، همشي 3 خطوات ناحيه الشمال اللي هي -3، فانا وقفت عند -3. وبعد كده لقيته بيقول لي امشي 5 خطوات تاني ناحيه الشمال، هبدا من -3، امشي 5 خطوات هلاقي نفسي وقفت عند -8، ودي الاجابه. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو هم عكس الاشاره بقى، يعني لو 5 زائد -2 او -2 زائد 5، فكده هم ايه؟ عكس الاشاره، واحد بالموجب واحد بالسالب. هعمل ايه لو عكس الاشاره؟ هحط في النص سالب اهو، اهو هحط في النص سالب وبره اشاره الرقم الاكبر، يعني بشوف مين فيهم الرقم الاكبر واحط اشارته بره القوس. طيب بيقول لي هنا ايه؟ مثال 5 زائد -3، هحط الخمسه جوه القيمه المطلقه واحط سالب او ناقص في النص، عشان هو قايل لي لو هم عكس الاشاره احط في النص سالب. وبعد كده احط -3 جوه القيمه المطلقه اهي، واحط بره القوس اشاره الرقم الاكبر. طيب الخمسه الاكبر ولا 3 الاكبر؟ لا طبعا الخمسه، فانا هحط بره ايه؟ موجب. يبقى الخمسة هتطلع بره القيمة المطلقة ب5، وإشارة الناقص تنزل معايا زي ما هي. السالب 3 هتطلع بره القيمة المطلقة ب3، يبقى 5 ناقص 3 ب2، وأنا عندي بره إشارة موجب يبقى موجب 2. طيب المثال التاني بيقول لك إيه؟ بيقول لك أنا عندي 3 زائد -5. آدي أهي إشارات مختلفة، ده بالموجب وده بالسالب، يبقى إشارات مختلفة. فأنا هستخدم أي طريقة اللي هي الطريقة التانية في القيمة المطلقة، هحط في النص إشارة سالب وبره هحط إشارة الرقم الأكبر. طيب إشارة الإشارة السالب أهي، وادي ال3 هحطها جوه القيمة المطلقة، والسالب 5 هحطها جوه القيمة المطلقة، وبره هحط إشارة الرقم الأكبر. فال3 أكبر ولا الخمسة؟ لا الخمسة أكبر، بس الخمسة هنا المرة دي بالسالب، يبقى إشارتها هاخد إشارتها اللي هي سالب هحطها بره أهي، يبقى سالب. وهنا 3 هتنزل الناقص زي ما هي 5، 3 ناقص 5 ب2، يبقى اللي جوه القوس دوت ب2، واصلا في سالب بره. فانا عندي في قاعده اسمها قاعده ضرب الاشارات، لما اجي اقول لك سالب في سالب بموجب، وهديها لك اهو كمان بالظبط يعني 10 دقايق ان شاء الله، فهتبقى موجب 2. هديها لك طبعا مع الضرب، هتلاقي قاعده ضرب الاشارات دي، فهتبقى موجب 2. طيب الخلاصه ايه من الموضوع ده كله؟ ولا بقى تستخدم خط الاعداد ولا القيمه المطلقه ولا الكلام ده كله؟ ايه هي الخلاصه؟ طيب انا بقول او هدي للزائد اسم وهدي للناقص اسم، او هدي للموجب اسم والسالب اسم. الموجب هسميه بمعايا او انا كسبان الحاجه ديت، والسالب هسميه عليا، يعني حاجه عليا او انا خسران الحاجه دي. يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك هنا مثلا 6 زائد 4، انا قلت لك ايه؟ الموجب بقول معايا، يبقى معايا 6. انت كده قول لنفسك معايا 6 اهو، معايا 6 ومعايا 4، يبقى انا معايا كام؟ يبقى انا معايا 10. طيب 7 زائد -3، 7 بالموجب يبقى معايا 7 وعليا 3، معايا 7. شوف انا بنطقها ازاي، معايا 7 وعليا 3، معايا 7 وعليا 3، يبقى انا ايه؟ معايا ولا عليا؟ لا معايا، عشان الرقم الكبير هو اللي معايا. يبقى انا معايا 7 بيضات مثلا وعليا 7 بيضات، او معايا 7 جنيه وعليا 7 وعليا 3 جنيه، يبقى انا كده معايا كام جنيه؟ معايا 4 جنيه اهو. طيب هنا مثلا في المثال بقول لك ايه؟ بقول لك معايا 5 وعليا 3، يبقى انا معايا كام؟ معايا 2 جنيه اهو. معايا 5 وعليا 3، يبقى انا معايا 2 جنيه. جميل جميل. ودي اسهل طريقه فيهم كلهم، يعني دي الخلاصه بتاعت الكلام اللي احنا كنا بنقوله ايه كله في خط الاعداد والقيمه المطلقه. هنخش على الطرح. لا قبل ما نخش على الطرح هنشرح ايه خواص الجمع وازاي بنحل بيها الاسئله. طيب خواص الجمع عندي ايه؟ هم كام خاصيه؟ هو انا عندي الابدال وعندي الدمج وعندي المعكوس الجمعي والمحايد الجمعي. المحايد الجمعي اللي هو الصفر زي ما احنا عارفين، وبرده لو مش عارفين هتعرفوا هنا في الفيديو.
وعندي خاصيه اسمها الانغلاق، بس الانغلاق ديت يعني احنا ما بنستخدمهاش، او ممكن تستخدمها تكتبها في اخر ستيب خالص او اخر خطوه خالص في المساله اللي هي العشرة دي. ليه؟ لان انا عارف او مش عارف يعني ايه، ان انا عندي في الجمع ان اي جمع عددين، يعني لما اقول لك A زائد B، اي عددين، ال A دوت اي عدد والB دوت اي عدد، لما اقول لك A زائد B هيبقى بيساوي ايه؟ مثلا بيساوي C، ده برضو اي عدد. طيب السي دوت ينتمي ليه؟ ينتمي للاعداد الصحيحه اللي هي زد. يبقى اي مجموع اي عددين ينتمي هو عدد صحيح ينتمي للاعداد الصحيحه اللي هي ايه؟ اللي هي زد. دي اللي هي خاصيه ايه؟ الانغلاق. طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي في المثال انا عندي 8 زائد 10 زائد سالب 8. طيب انا عندي خاصيه اسمها الابدال. الابدال ديت يعني ايه؟ من اسمها كده ان انا ممكن ابدل بين الرقمين، او اودي رقم مع رقم، او اجيب رقمين جنب بعض كده يعني، ده في الجمع. طيب بعملها ازاي؟ هقول التمانية زائد السالب 8. ليه خليتني اعملها كده؟ عشان عندي حاجة اسمها المعكوس الجمعي، لما يكون الرقم زائد معكوسه الجمعي او الرقم زائد الرقم بعكس الاشارة بيديني صفر. فانا عملت الحركة ديت عشان استخدم خاصية المعكوس الجمعي. الواحد من كتر الحل بيعرف هو هيعمل ايه، هيعمل ايه جنب ايه، وهيعمل ايه عشان يستخدم ايه الخواص مع بعض بالخطوات. طيب هخلي 8 زائد السالب 8، خليت ال 8 جنب السالب 8، وبعد كده احط الزائد 10 عادي، ده الابدال، انا كده بدلت ما بين الرقمين مكانهم يعني. طيب خاصيه الدمج ايه؟ ان انا احط قوس على الرقمين اللي انا عايز اجمعهم. فاهو هتلاقيني انا زودت قوس على ال 8 زائد السالب 8 وزائد ال 10 زي ما هي. المعكوس الجمعي اللي هو ايه؟ اللي هو زي ما انا قلت لك رقم زائد الرقم بعكس الاشاره، يعني 8 زائد سالب 8، فده بيديني ايه؟ بيديني صفر. ده اللي هو المعكوس الجمعي. صفر زائد 10 بيساوي ايه؟ بيساوي 10. اي حاجه زائد صفر بتساوي نفس الحاجه، ودي هي خاصيه ايه؟ المحايد الجمعي. المحايد الجمعي بيقول لك ايه؟ ان اي حاجه زائد الصفر، المحايد الجمعي دوت اللي هو الصفر. لما حد يجي يقول لك مين المحايد الجمعي قول له ايه؟ قول له الصفر. طيب مين المحايد الضربي؟ قول له الواحد. ولسه هناخد المحايد الضربي لما نوصل للضرب ان شاء الله. ركزوا بس معايا وما تناموش مني وصحصحوا كده عشان ايه؟ لسه الدرس فيه حاجات مهمه. طيب قلت لك صفر زائد 10 بيساوي ايه؟ بيساوي 10، وديت خاصيه المحايد الجمعي. المثال التاني بيقول لك ايه؟ بيقول لك 12 زائد سالب 7 زائد 17 زائد 7. شفت انا ايه؟ شفت رقم زائد معكوسه الجمعي، او شفت رقم زائد الرقم بعكس الاشاره، هعمل فيهم ايه؟ خليهم جنب بعض. خليك شواف، هخليهم ايه؟ هخليهم جنب بعض. فانا جيت هخلي ال 12 زائد سالب 7 زائد 7، شفت جبت السبعة والسالب 7 جنب بعض، دي اول حاجه عملتها، زائد 17، ودي هي ايه؟ ابدال. طيب ممكن بدل ما كنت اكتب ابدال تاني، بس انا هنا عشان افسر لك او اوريك بالتفصيل احنا بنعمل ايه. ممكن كنت تكتب ابدال وابدال في نفس السطر وتقوم عاملهم ايه؟ مره واحده. فهنا قلت لك ابدال تاني وجبت ال 17 جنب ال 12 اهو، ده ابدال تاني. بس انت كنت ممكن تعملهم ايه؟ في خطوه واحده زي ما قلت لك. ماشي؟ يعني مش لازم تعمل اللي انا عملته ده، اعملها في خطوه واحده زي ما قلت لك، عشان انت طبعا هتبقى محتاج للوقت ده. ماشي؟ فعملنا الابدال والابدال التاني اهو. بعد كده هنعمل الدمج، اللي هو زي ما قلت لك ايه؟ بتحط قوسين كده على الرقمين اللي انت عايز تجمعهم مع بعض. فانا عايز اجمع السالب 7 مع الموجب 7 عشان استخدم خاصيه المعكوس الجمعي اللي هم هيديني صفر وانا عارف كده. وعايز اجمع ال 12 زائد 17 وهيدوني كام؟ هيدوني 29. طيب وبعد كده قلت لك انا استخدمت خاصيه معكوس الجمعي اللي هي سالب 7 زائد 7 اللي هي بصفر. صفر زائد 29 دي خاصيه مين؟ المحايد الجمعي. اي حاجه زائد صفر يبقى دي خاصيه المحايد الجمعي. بيساوي كام؟ بيساوي 29. طيب نخش على خاصيه الطرح، قصدي نخش على الطرح. الطرح دوت بقى يعني ايه؟ هو زي الجمع، بس اكني بقول لك ايه؟ اكني بقول لك اجمع لي رقم. يعني لما انا اقول لك A ناقص B اكني بقول لك A زائد سالب B. ليه؟ لان انا زائد يعني ايه؟ موجب في سالب بنقول عليها كده في قاعده ضرب الاشارات، بنقول موجب في سالب بسالب. فانت لما تضرب موجب في سالب بسالب هيرجعك لنفس الشكل ده، فهتلاقي ان دول ايه؟ بيساووا بعض. يبقى خاصيه الطرح هي ايه؟ هي عباره عن خاصيه جمع، بس انت بتجيب المعكوس الجمعي للعدد اللي بعد علامه الطرح، او للعدد اللي بيطرح منه الرقم. فده معناه ايه؟ معناه ان انا الرقم اللي بعد عمليه الطرح ده بخليه بالسالب واخلي الاشاره زائد واشتغل جمع عادي خالص. بس خاصيه الطرح ديت بقى ايه؟ مش ابداليه ومش دامجه، يعني مش زي الجمع. يعني ايه مش ابداليه؟ يعني ما ينفعش اجي اقول لك 5 ناقص 2 تيجي تقول لي هي 2 ناقص 5. لا طبعا ده مش كلام منطقي.
ماشي. وما ينفعش اقول لك اهو، ما ينفعش اقول لك 5 ناقص 2 ناقص 1 وتحط لي قوس على الخمسه. يعني هو حاطط لك 5 ناقص 2 حاطط لك عليها قوس ناقص 1. بس احنا في الجمع كنا ممكن ايه، كنا ممكن نحط القوس دوت على الاتنين ناقص 1 زي ما هنا كده، ونقول 5 ناقص الاتنين 5 زائد 2 ناقص 1. يعني فاهم اللي هو ايه، انت ممكن تدمج. يعني ايه تدمج؟ يعني تجمع اي رقمين مع بعض وهيديك نفس الناتج. بس في الطرح لا، لان انت لما تيجي هنا تقول لي 5 ناقص 2 هيديك كام؟ هيديك 3. 3 ناقص 1 هيديك 2. طيب لما تيجي هنا تقول لي 5 ناقص 2 ناقص 1، تعمل بقى اللي جوه الاقواس الاول. 2 ناقص 1 بواحد، يبقى 5 ناقص 1 بيساوي 4. يبقى ده مش بيساوي ده، يبقى هي عشان كده ايه؟ عشان كده هي مش دامجة. طيب هستخدم خط الاعداد زي اكني بعمل الجمع بالظبط. فلما يجي يقول لي 5 ناقص 7 وانا عايز استخدم خط الاعداد هعمل ايه؟ هقول له مش ال5 ناقص 7 هي ال5 زائد السالب 7. مش انا لسه قايل لك كده؟ قايل لك اهو هي خاصيه الجمع، بس تجيب المعكوس الجمعي للعدد اللي بعد عمليه العدد اللي بعد الطرح. مين اللي بعد الطرح؟ اللي هو السبعه. هخليه سالب 7 واخلي في النص ايه؟ في النص زائد. فهبدا من الصفر، همشي 5 خطوات ناحيه اليمين عشان ده بالموجب، موجب 5 ادي اهو، وقفت عند الخمسه. وبعد كده لقيته بيقول لي سالب 7، يعني همشي 7 خطوات ناحيه الشمال، فهبدا من السبعه. ولو مشيت 7 خطوات ناحيه الشمال هلاقي نفسي وقفت عند مين؟ وقفت عند السالب 2. فهتبقى الاجابه ايه؟ الاجابه 5 ناقص 7 بسالب 2. ولو عايز تحلها بالطريقه اللي احنا كنا لسه بنقول عليها، اللي هو معايا وعليا او كسبان وخسران، اللي طبعا بمعايا وعليا احلى، يعني في الكلام كده هتبقى احسن واسهل. فهاجي هنا اقول لك معايا 5 وعليا 7، يبقى انا معايا ولا عليا؟ لا عليا، يبقى انا عليا 2. معايا 5 جنيه وعليا 7 جنيه ليك مثلا، يبقى انا عليا ليك 2 جنيه. جميل جميل. هنخش على ايه؟ هنخش على الضرب. وده يعني من احلى الحاجات، وهو يعتبر هو زي الجمع، عمليه جمع ايه؟ متكرره، عمليه جمع بعملها كذا مره. ماشي. قبل بس ما نخش على الضرب، في حاجه مهمه جدا وهي قاعده ضرب الاشارات. قاعده ضرب الاشارات زي قاعده قسمه الاشارات. فركز معايا هنا عشان ايه؟ تبقى فهمت القسمه والضرب مع بعض في الاشارات بتاعتهم يعني. فبقول لك كده احفظ معايا: موجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب. يبقى لو اللي انت خدت بالك منه هنا ان لو الاشارتين شبه بعض يبقى ايه؟ بموجب. لو الاشارتين عكس بعض يبقى بايه؟ بسالب. يبقى موجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، سالب في موجب بسالب. جميل جميل. زي بعض موجب، عكس بعض ايه؟ سالب. بس كده انت كده لخصتهم. زي بعض موجب، عكس بعض سالب. ده في الضرب، وبرضه هيبقى في القسمه، بس خلينا لما نوصل للقسمه. طيب الضرب ايه؟ الضرب هي عمليه جمع متكرره زي ما قلت لك. يعني ايه؟ يعني عباره ان انا بقول لك ايه؟ 5 في 6. 5 في 6 اللي هي ايه؟ اللي هي تعالى كده اهي 5 في 6 اللي هي 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5 زائد 5. ده معنى كلمة عملية جمع متكررة. جميل جميل. طيب الضرب دايما ممكن في زد، او دايما اي عددين لما تضربهم في بعض حاصل ضربهم بيساوي رقم عدد صحيح. جميل جميل. فزي ما قلت لك هنا 6 في 5 موجب في موجب بايه؟ بموجب، يبقى موجب 30. سالب 4 في سالب 2 سالب في سالب بموجب، يبقى موجب 8. 6 في سالب 2 موجب في سالب بسالب، اول حاجه بحطها السالب. يعني انا لما اجي اضرب اول حاجه بعملها الاشارات اهو. جيت قلت لك موجب في سالب، ماليش دعوه بالارقام، موجب في سالب بسالب. وبعد كده اقول له 6 في 2 ب 12 يبقى سالب 12. سالب في موجب اهو، سالب في موجب بسالب. و5 في 4 ب 20 يبقى سالب 20. سالب 9 في 1 سالب في موجب بسالب ادي السالب، و9 في 1 ب9 يبقى 9. جميل جميل. وانا قلت لك ان هي عمليه جمع متكرره، يبقى انا هستخدم ايه؟ هستخدم خط الاعداد. طيب ازاي هستخدم خط الاعداد؟ لما اجي اقول لك مثلا 3 في سالب 1، ايه معناها او ازاي افسرها بالعربي؟ يعني انا كده كده ببدا من الصفر زي ما عرفتك، وبعدين هتحرك 3 وحدات ناحيه الشمال. ليه ناحيه الشمال؟ عشان هنا بالسالب 1. جميل جميل. فهنا مثلا لو 6 في 5 هبدا من الصفر وامشي لغايه الخمسه واتحرك 6 مرات، يعني 6 مرات من الخمسه.
يعني ايه؟ يعني هتحرك 5 وبعد كده 5 وبعد كده 5 وبعد كده 5 وبعد كده 5، بس كل دوت في الطريق ايه؟ في الطريق اليمين، عشان ده موجب في موجب بموجب. جميل جميل. آه... ايه تاني هقول لك امثله ايه؟ امثله على الخواص بتاعه الضرب. احنا عندنا كام خاصيه؟ الابدال والدمج والمحايد الضرب والانغلاق. طبعا هنا ما تيجيش تقول لي احنا عندنا المحايد الجمعي، لا المحايد الجمعي كان في الجمع. المحايد الضربي هنا ايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو الواحد، اللي هو ايه؟ اي حاجه في واحد ايه؟ بنفسها. جميل جميل. لكن المحايد الضربي المحايد الجمعي كان مين؟ كان اي حاجه زائد الصفر بايه؟ بنفسها برضو. ركز معايا، ركز معايا ما تنامش. ماشي، جينا بقول لك ايه؟ بقول لك سالب 4 في 57 في سالب 3 في 1. جميل. استخدم خاصية الإبدال. الإبدال اللي هي أصلا ما كانتش موجودة فين؟ ما كانتش موجودة في الطرح. ركز واحفظ يعني ركز كده، وأنت من غير ما تحفظ أنت لو فهمت هتعرف كل عملية إيه إيه الخواص بتاعتها أصلا، وإيه اللي ينفع استخدمه وإيه اللي ما ينفعش استخدمه. بالعقل كده لو جيت قلت لك 5 زائد 1 ب6، هي 1 زائد 5 ولا لأ؟ ما أنت هتقول لي هي لأن ديت ب6 وديت ب6. لكن لو جيت قلت لك 5 ناقص 1 ب4، هي 1 ناقص 5؟ لا طبعا، دي ب4 ودي بكام؟ ودي بسالب 4. فاهم؟ بس يا رب تكون فاهم. وركزوا معايا كده اهوت ايه في المثال ده. بقول لك سالب 4 في هستخدم خاصية الإبدال. هعمل ايه؟ هجيب السالب 3 جنب السالب 4. طب ليه عملت كده؟ عشان الاتنين بالسوالب، فانا لما اجيبهم جنب بعض هضرب سالب في سالب فهيطلع لي موجب، فابقى خلصت من الإشارة السالب بدري بدري. طيب، واجيب ال 57 جنب الواحد. ليه جنب الواحد؟ عشان اي حاجه في واحد بايه؟ بنفسها، فابقى استخدمت برضو خاصيه مين؟ خاصيه المحايد الضربي. طيب انت كده ايه؟ انت لو عرفت تشوف المساله من اولها الحل بالنسبه لك يبقى سهل جدا. فانا استخدمت خاصيه الابدال زي ما قلت لك. وبعد كده هدمج بقى، هجمع السالب 4 في السالب 3 هعملهم لوحدهم، وال 57 في الواحد هعملهم لوحدهم. جميل جميل. فجيت ان هو سالب 4 في سالب 12 في سالب 3، سالب في سالب بموجب، و4 في 3 ب 12 يبقى موجب 12. 57 في 1 بكام؟ ب 57. فكنت ممكن اكتب هنا على طول الدمج ومحايد ضربي. دمج ومحايد ضربي، بس انا هنا عملت لك دمج مره وبعد كده عملت لك دمج مره كمان اللي هي دي، ومحايد ضربي اللي هي دي. ماشي ماشي. ليه؟ انا بعمل لك بالتفصيل، انت ما تشتغلش زيي، انت اشتغل على طول لما تبقى فاهم ان شاء الله. طيب المحايد الضربي اللي هو 57 في 1 فهيديني 57، يبقى 12 في 57. ودي بقى خاصية مين؟ خاصية الانغلاق. ايه هي خاصية الانغلاق اللي انا لسه قايل لك عليها؟ ان حاصل ضرب اي رقمين هو عدد صحيح ينتمي لزد. ودي معنى كلمة خاصية الانغلاق. ايه دوت؟ هو اي رقم، وبي هو اي رقم، فلما اضربهم في بعض هيديني رقم. الرقم دوت بينتمي ايه؟ لزد، يعني هو عدد صحيح. ف 12 في 57 هتيجي تضربها على الآلة ب 684. طيب ايه فايدة بقى الفيديو اللي احنا كنا عاملينه؟ هوريكم بقى أهمية الطريقة اللي أنا كنت شارحها لكم في فيديو اسمه الضرب الفرعوني. الفيديو دوت معرفش ناس كتير اتفرجت عليه اتفرجت عليه منكم ولا لأ، بس لو لسه ما اتفرجتش عليه روح اتفرج عليه. هحط لكم ان شاء الله في نهايه الفيديو كده، لما الفيديو دوت يخلص هتلاقيه ظاهر لك، دوس عليه وروح اتفرج عليه عشان تفهم الطريقه. انا عايز استخدم لك الطريقه دي ليه؟ انا بس دي حاجه ليك، يعني انت كده كده ما تستخدمهاش في الامتحان عشان ما تتلخبطش، او لو انت متمكن منها استخدمها عادي. بس طبعا الرقمين زي دول انا هضربهم على الاله هيطلع لي 684. طيب تعال هوريك خاصيه الضرب الفرعوني، ودي حاجه ليك لو انت اتزنقت في مره وما بقاش معاك الاله، او مثلا صاحبتك جت قالت لك احسبي لي الرقمين دول، او اديتك اي رقمين كبار قالت لك احسبهم لي اضربهم لي في بعض من غير آلة فبتختبرك، فانت هتعمليهم ازاي؟ تعالي اوريكي. طيب خاصية الضرب الفرعوني دي احنا عاملين لها فيديوهين مخصوص. فيديو بشرح فيه الطريقة 5 دقايق بس، روح افهمه. والفيديو التاني كنت بحل فيه المسألة اللي انا كنت مديها للناس تحلها في الفيديو، وده كان دقيقة بتهيالي، او كان دقيقة او دقيقتين مش فاكر. طيب الضرب الفرعوني، انا عندي رقمين، ببص على الرقم اللي على الشمال ده بعمل فيه ايه؟ بجيب له الانصاف. يعني ال 12 هقسمها على الاثنين فهيديني 6، هقسم ال 6 على الاثنين هيديني 3، هقسم ال 3 على الاثنين هيديني 1.5. بس انا باخد الرقم الصحيح اللي هو الواحد، وروح افهم احنا عملنا ليه كده من الفيديو. ال 57 بعمل فيها ايه؟ ده الرقم اللي على اليمين، بجيب له المضاعفات. 57 في 2 بكام؟ ب 114. 114 في 2 100 زائد 100 ب 200، و14 و14 28 يبقى 228. 228 في 2 440 456.
طيب باجي هنا ببص على الشمال، الارقام اللي على الشمال مين فيهم الفردي، فهلاقي التلاتة والواحد. هاخد الارقام اللي ناحية يعني اللي في مكانهم الناحية التانية اللي هم 228 و456. هعمل كده 228 واجمع زائد 456 هيساوي، تعالى كده نجمعهم مع بعض على الآلة. ادي 228 زائد 456 بيساوي 684. نفس الرقم اللي احنا طلعناه ولا لا؟ نفس الرقم. ودي خاصية الضرب الفرعوني، خاصية حلوة جدا يعني لتنمية مهاراتك. بس لو انت في مرة معكش آلة وبتاع وعندك رقمين كبار عايز تضربهم في بعض، فالفراعنة كانوا بيعملوا كده زمان، وروح اتفرج عليها ايه على الفيديو بعد ما تخلص الفيديو ده ان شاء الله. طيب السؤال دوت عشان ما تنسوش، ده عايزكم تحلوا لي ايه في الكومنتات، او تخشوا على الجروب بتاع الواتس. بعد ما تحلوه تبعتوا لي، خشوا على الجروب، انضم للجروب. الجروب دوت بنزل عليه الملازم وبنزل عليه حل يعني اهم الاسئله على كل درس ان شاء الله، او على كل وحده. بس فضروري تنضموا للجروب ده. الجروب دوت لاولى اعدادي بس. ماشي جميل. فهتحلوا السؤال دوت تبعتوا لي في الكومنتات، او تخشوا ايه تعرفوني في الجروب ان انتوا حليتوا السؤال ده. ماشي. السؤال ده ايه الواجب. طيب خاصية التوزيع دي خاصية برضو موجودة في الضرب. ايه هي؟ او ممكن اسميها بالعامل المشترك. ايه هي؟ لما اجي اقول لك A في B زائد C، فانا ممكن اوزع ال A على الرقمين دول اللي جوه، فهيبقى بيساوي A في B زائد نفس الاشارة A في C. طيب لو A في B ناقص C، لما اقول لك A في B ناقص C هوزع برضو ال A على الرقمين اللي جوه، فهتبقى A في B ناقص اللي هي نفس الاشاره اللي في النص اهي، خدتها هنا لما كانت بالزائد خدتها بالزائد، ولما بالناقص هاخدها بالناقص اهو. A في C اللي هو الرقم التاني بس. وبسميها برضو خاصيه ايه العامل المشترك. يعني ايه عامل مشترك؟ يعني رقم لما اجي اقسم الرقم ده عليه واقسم الرقم ده عليه، الاثنين بيقبلوا الاسم عليه، فانا اقدر اخده عامل مشترك. يعني اخده اطلعه بره الاقواس. يعني ايه؟ يعني هي عكس خاصيه التوزيع بالظبط. لو انا عندي الارقام دي كده A في B زائد A في C، فهلاقي ان انا الرقم B دوت ممكن اقسمه على ال A، والرقم C ممكن اقسمه على ال A، فممكن اخد ال A من الاثنين، فهطلع ال A بره واحط ال B زائد C جوه قوس. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك باستخدام خاصيه التوزيع حل لي المسألتين دول باستخدام خاصيه التوزيع. جميل. 8 في 2 ناقص 1 زائد 9. مش ال 8 ديت مضروبه في ده كله؟ يبقى اقدر اوزعها على الارقام دي كلها في 2 وفي الواحد والتسعه. يبقى اقول له 8 في 2 ناقص 8 في 1 زائد 8 في 9. 8 في 2 ب 16 ناقص 8 في 1 ب 8. دي خاصيه مين؟ قول لي في التعليقات دي خاصيه مين. او يلا هو اقفل الفيديو وادي لنفسك 5 ثواني بالظبط وقول لي خاصيه مين. مستنيك. يلا ها خاصيه المحايد الضربي. جدع جدع يا اللي مركز. طيب بقول لك ايه؟ زائد 8 في 9. 8 في 9 ب 72، ده من جدول الضرب او تحسبها على الآلة. 16 ناقص 8 بيساوي كام؟ بيساوي 8 زائد 8 زائد 72 بيساوي 80. بيقول لي المثال التاني بيقول لي سالب 23 في 99. ال 99 ديت اللي هي ايه؟ اللي هي 100 ناقص 1. ممكن تيجي في دماغ حد كده، ممكن ما تجيش في دماغه، بس يعني انت تبقى عارف ان ال 99 هي 100 ناقص 1، 199 اللي هي 200 ناقص 1 كده يعني. ف 99 اللي هي 100 ناقص 1. وايه اللي خلاني اعمل كده؟ عشان استخدم خاصيه مين؟ خاصيه التوزيع. هو اللي قايل لي كده، فهو عايزني استخدم هنا خاصيه التوزيع، فما ينفعش اضربه الارقامين دول على الاقل، انا كده هاخد صفر. فاهم؟ هو خاصيه التوزيع يبقى هو عايز يشوف الخطوات دي. طيب سالب 23 في 100 ناقص 1، هوزع السالب 23 على الرقمين اللي جوه، يبقى سالب 23 في 100 ناقص اهي الاشاره اللي موجوده هنا اهي، نزلتها زي ما هي، سالب 23 في 1 اهو. سالب 23 في 100 يبقى سالب 23 في 100، يبقى اخد الرقم اللي هم الزيروهين وانزل السالب 23 زي ما هي او احسبها على الآلة، ناقص الاشاره اللي في النص. سالب 23 في 1 بسالب 23، ودي خاصيه المحايد الضربي. سالب 23000 زائد 23 هتبقى بتساوي سالب 22000 سالب 2277 معلش. طيب عمليه القسمه بقى ايه؟ دي عمليه سهله خالص كده وعبيطه، يعني اسهل واحده فيهم يعتبر. دي مش غير يعني مش دايما بتديني عدد صحيح. ليه؟ لان انا ممكن اقول لك 8 على 3. 8 على 3 فيها كام؟ 8 على 3 فيها كام؟ فيها الاثنين وكسور. فالاثنين وكسور دوت مش عدد صحيح. الاعداد الصحيحه اللي هي ايه؟ اللي هي الصفر، سالب 1، 5، اعداد ايه؟ كامله. فاهم؟ مش كسور. فمثلا لو قلت لك 9 على 2، 9 على 2 ب 4.5، فده كده ايه؟
مش عدد صحيح، فعشان كده بقول لك القسمة غير ممكنة دائما في زد. ماشي ماشي. قاعدة قسمة الإشارات زي ما قلت لك، لو زي بعض إيه بالموجب، ولو عكس بعض بالسالب، زي ما كنا بنقول بالظبط في قاعدة ضرب الإشارات، زي بعض موجب عكس بعض إيه سالب، موجب في موجب بموجب، سالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، سالب في موجب إيه بسالب. الحاجات ديت مهمة جدا اللي بعدين لازم تبقى حافظها ولازم تبقى عارفها للسنين الجاية يعني أقصد. طيب 6 على التلاتة فيها كام؟ فيها الاتنين، ليه؟ موجب على موجب بموجب، و6 على التلاتة باتنين. طيب سالب على سالب بكام؟ بموجب، يبقى سالب على سالب بموجب، و9 على التلاتة فيها التلاتة. 8 على سالب 2 موجب على سالب بسالب، 8 على 4 باتنين، سالب على موجب بسالب، و16 على 4 بأربعة. وحاجتين مهمين، ان الصفر على اي حاجه دايما بصفر، ده اهم حاجتين بقى في القسمه، ان الصفر على اي حاجه دايما بصفر، وان اي حاجه على الصفر دايما بيديني كميه غير معرفه او باسم تاني غير ممكنه. والاثنين دول يعني هتلاقيهم، يعني المسائل الحاجات ديت او النقطتين دول هتلاقي عليهم مسائل كتير جدا في اختر. اي حاجه على صفر دايما هتلاقيه كاتب لك كميه غير معرفه. طيب والقسمه فيها خاصيتين مهمتين، ان هي مش دامجه ومش ابداليه. ليه مش ابداليه؟ لان انا ما ينفعش اجي اقول لك 6 على الاثنين اللي هي بتساوي 3، تيجي انت تقول لي هي بتساوي 2 على 6. لا، 2 على 6 بنص، و6 على الاثنين ايه 2 على 6 بتلت، و6 على الاثنين ايه ب3. فتفرق خالص يعني، دي ب3 ودي ب1 على 3. فاهم؟ الاثنين مش بيساووا بعض. جميل جميل. ليست دامجه يعني ايه؟ يعني ما ينفعش زي ما قلت لك ادمج رقمين مع بعض وبعد كده اغير الاقواس اخليهم ما بين رقمين تانيين. انا لو عندي 3 ارقام ما ينفعش اقول لك 6 على 3 على الاثنين هي 6 على 3 على الاثنين. ليه؟ لان انا دايما بعمل اللي جوه الاقواس الاول، يعني بهتم بالاقواس الاول. ف6 على 3 فيها كام؟ فيها الاثنين، 2 على الاثنين فيها الواحد، يبقى ده كده الجزء دوت اداني 1. 6 على 3 على الاثنين الاول بعملها الاول، فدي كام؟ دي بواحد ونص. 6 على الواحد ونص هيدينا 4، يبقى دي مش بيساوي دي. فعشان كده هي ايه؟ هي ليست دامجه. طيب بقول لك ايه بقى، ايه الاولويه لمين؟ للاقواس، وبعد كده الضرب او القسمه، يعني الاقواس وبعد كده ابص على الضرب والقسمه، وبعد كده ابص على الجمع والطرح. يبقى انا لو عندي، والفيديو دوت برده كنت شارحه في فيديو شورت، هحطه لكم برده في نهايه الفيديو، كنت بوريك ازاي تحل مساله فيها كل العمليات. لو بتبدا الاول بالاقواس وبعد كده تبص على الضرب والقسمه وبعد كده تبص على الجمع والطرح. بس كده وكده الحمد لله نكون شرحنا كل حاجه في الدرس السادس، وان شاء الله تكونوا فهمتوا الدنيا كلها. زي ما قلت لكم هحط لكم الفيديوهات اللي احنا اتفقنا عليها في اخر الفيديو. فيديو الضرب الفرعوني ما تنسوش تتفرجوا عليه عشان فيديو مهم ليك انت مش لحاجه، يعني حاجه بتقوي مهاراتك في الضرب لو انت معكش الاله بس. وخصوصا لو انت بقى عرفتها تروح بقى ايه تقول لاصحابك تعرف تضرب لي مثلا الرقمين دول في بعض، تقوم مديله ايه رقمين كبار بقى، تقوم مديله مثلا ايه 70 في 44 مثلا، وقول له ايه حلها. بس انت طبعا هتبقى فاهم الفكره بقى. لو هو ما عرفش يحلها من غير الاله، انت طبعا ايه يا اما تفرجوا على الفيديو يا اما انت تشرحها له بطريقتك بس. وكل ما تشرح لزمايلك كل ما الفكره هتثبت في دماغك انت اكتر بس. واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي.